السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني كتير 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 كتير. قلت بقى اما ارجع لكم بالفيديو الجميل ده. كنت طبعا تعبانة شوية الفترة اللي فاتت، فبقى لي فترة بنزلش فيديوهات. فالنهاردة بقى هنعمل مع بعض 3 طرق للبطاطا بطريقة جميلة جدا. اي طريقة تعجبك بقى نفذيها. وفي نهاية الفيديو في مجموعة كده من اكلاتي بتاعت القناة، لو عجبك حاجة ممكن تدخلي تتفرجي عليها. متنسونيش بقى بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. نبتدي هنا ونقول بسم الله. اول طريقة، البطاطا مقشرينها ومقطعينها بالطريقة دي. حطيت عليها هنا كوباية من السكر. تمام، انزل بقى بمية كده عليها اكنك بتسلقي بطاطس بالظبط، بس طبعا ايه بنزود السكر طبعا. تمام كده، نغطي عليها بقى لحد ما تتسلق كويس. هنا بقى اتسلقت معانا حلو جدا اهو. نهرسها بقى بهراسة بشوكة زي ما انا عاملة كده. تمام، اجمل طريقة بطاطا الطريقة دي، جوزي بقى بيموت فيها، جميلة جدا، هتعجبك قوي، جربيها. وبصراحة ال3 طرق اجمل من بعض. هنا بقى هرست كده البطاطا بالطريقة دي، نعمتها خالص. ابتدي هنا بقى انزل عليها بمعلقتين من السمنة. نحط هنا سمنة بلدي بتعزز الطعم كده وبتخليه جميل. تمام، ابدأ بقى انزل عليها بمعلقتين من النشا. النشا هنا فايدتها انها تطلع معاك الخلطة بخرطتها كده، طعمها بيبانش نهائي في البطاطا، بس بتعمل يعني على التماسك بتاع البطاطا. تمام، قلبتها بقى كده، ومعانا هنا كوب من الحليب. الكمية اللي احنا هنا استخدمناها في البطاطا حوالي 1.5 كيلو. حطيت عليها كوباية من الحليب ومعلقتين من النشا وكوب من السكر. تمام، معايا هنا بقى صينية دهناها بالسمنة بالشكل ده. ابتدي انزل بيها بقى هنا بالبطاطا اللي هرستها كويس جدا، وادخلها بقى على فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180. اسيبها بقى لحد ما تحمر مع نفسها بقى، يعني هتاخد حوالي معاكي نص ساعة. انا الفرن بتاعي بولع من فوق من تحت، لو الفرن بتاعك من تحت بس، بعد كده تولعي الشواية عادي جدا، وهتطلع معاكي بقى بالجمال ده. الله على الشكل والجمال، تحفة بجد. بص بقى هنا الخرطة هي طالعة بخرطتها، لو مش حاطين بقى النشا مش هتطلع بالطريقة دي. تمام، نيجي هنا بقى للطريقة التانية. الطريقة دي بقى انا بعشقها، طريقة جميلة جدا. عندك بقى اي ورق فاضي بالشكل ده او ورق زبدة، تحطيه في الحلة. وعندي هنا نص كوباية مية حط عليها معلقتين من السكر. ابتدي بقى ابل الورق بتاعنا كده، وانزل بقى بالبطاطا. ارصها بقى كده بالشكل ده. البطاطا طبعا هنا مغسولة كويس جدا. اجيب بقى بقية المية اللي هي بسكر اللي احنا لسه رشين منها الورق، واحطها على الوش بقى بالشكل ده. تمام، اقفل عليها الورق بقى كويس بحيث انها تستوي على البخار. احنا طبعا مش حاطين كمية مية كبيرة ولا اي حاجة، فهي كده بتستوي على البخار. تمام كده، غطيت كويس. اولع بقى عليها من تحت، اسيب النار عليها عالية لمدة 2 دقيقة بالظبط، وبعدين اوطي عليها. تمام كده،
دقيقتين بالظبط، وبعدين اوطي عليها بقى حوالي نص ساعة. بصوا وطيت عليها خالص هنا اهو، خليت النار زي الشمعة. نص ساعة بالظبط وهتطلع معاكي اجمل بطاطا. دي البطاطا المفضلة بالنسبة لي انا بقى دي. جربيها هتموتي فيها. ندخل بقى على تالت نوع. الكل بقى بيعشقوا النوع دوت، وسهل جدا بياخدش وقت نهائي. بطاطا مغسولة كويس جدا. ممكن بقى ترصيها في صينية زي ما انا هعمل كده، ممكن تحطيها على الصاجة نفسها بتاعت الفرن. تمام كده. وندخلها على فرن درجة حرارته عالية. هتقعد برضو حوالي نص ساعة لحد ما تستوي معاكي. دي اسهل طريقة طبعا، مفيهاش اي حاجة غير انك بتغسلي البطاطا وتحطيها في الفرن، وتطلع معانا بقى بالجمال ده، زي اللي بتتباع في العربيات بره بالظبط. مستوية كويس قوي. وادي التاني نوع الجميل مع شوقي. ما تنسونيش يا جماعه بلايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. بحبكم كتير في الله. وادي تالت نوع. هندخل بقى على حلويات اللي انا عاملاها في القناه. انا عامله طبعا حلويات كتير جدا، واخده منها بس كام حاجه كده منزلها لكم في الفيديو بتاع النهارده. كنافه بالمانجا. طريقه الكنافه ديت ما تلاقيهاش على اليوتيوب ابدا بالطريقه بتاعتي ديت، اجمل طريقه ليها. معنا هنا جلاش بالكاستر، كيكه بالشوكولاته. ممكن تنفع زي جاتو، يعني تحطي في وسطيها كده كريم شانتيه وتبقى جاتو جميله جدا وهشه. بسبوسه بالمكسرات، كيكه كراميل، جلاش بالمكسرات، كلها حلويات تنفع لرمضان جميله قوي. ندخل على الحادق بقى. معانا هنا مكرونه بشاميل بالفراخ، طريقه جميله قوي هتعجبك. خشي شوفي اللينك بتاعها واتفرجي عليها. هسيب لكم اللينكات دي كلها في صندوق الوصف. شاورما، سندوتشات السوري دي تحفه، بعملها بطريقه جميله جدا هتعجبك قوي لو جربتيها. وصفات بقى للعزومات كتير هتلاقيها على القناه. بصوا طريقه الفراخ هنا جميله قوي. محشي ورق عنب، ده بديل البرجر. كفته ورز. اقول لكم بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.